ما نبقاش ندير ديك هضره نتاع فاهمني بالعاميه. العاميه احمد سلطان من حقه يدافع على الافكار ديالو على الايديولوجي، بصح في الواقع انا مانيش نشوفهم. فهمتني كيفاش؟ من الواقع من كتمشي للواقع ما كتشوفش. انا ولد المنطقه الريفيه كنسكن في زايو، انا عندنا القبائل كيعيش بدانان، عندنا اقرعيين ريفيين، عندنا بني زناسين كنتعايشوا نورمال. حنا ما نشوفوش باللي راه كي راه يقول احمد هنا في الواقع. في المواقع راه حنا وخصنا كاين بعضين كاين هنا غير في هذا الشيء اللي راه يوقع كلشي غير في المواقع نتاع التيك توك. ونتمنى يكون التدخل ديالي مليح، ومرحبا بكم اخي، وراني معكم هنا في نعم. الاستماع، والسلام عليكم نعم ورحمه الله عزيزي، تعالى نعم. وبركاته. نعم طبعا طبعا عزيزي مواطن، شكرا شكرا. واسمح لنا اللي قاطعناك صاحبي. والله آه، غير توحشتك يا كامل، صافي توجور ما سمعت الصوت ديالك، جري لي في الدم جدك. شكرا شكرا عزيزي، روح القرشية، تفضل لي. السلام عليكم اخويا سمير والاخوان كاملين. شو اولا أزور. بغيت نتكلم على هاد المغالطه، ماشي مغالطه، هو في الحقيقه مقصود، لان كاين واحد لا لين ديريكتريس، واحد الخط تحريري مفهوم، اللي ربما من خلاله اسمحوا لي دقيقة الاخوان برك القرش، ربما دقيقة برك القرش. نورث أفريكا، معليش نهبطك باش نزيد باش ندوروا الحالة. ولا كانت عندي مداخلة أخيرة لكن نهبط يا ما كانش مشكلة. صغيرة ولا طويلة عندك صغيرة مداخلة؟ ولا غير صغيرة؟ صغيرة معليش صغيرة. ديرها ومن بعد اعطي له ديرها ما ومن كاينش بعد مشكلة. هبط. روح. شكرا عبد الله، شكرا. ولا يعني حبيت يعني كإجابة يعني على هذا يعني يقول أنه عنده يعني موقف معارض يعني من المافيا العسكرية اللي عندنا في الجزائر. فالشيء اللي ما فهمتوش يا سمير هو لماذا التعامل يعني من أتى من رحمهم، يعني هذا العضو في عضو البرلمان، وحتى يعني في النقاشات تاعو وانا شفته في اللايفات تاعو يعني يتكلم مع من يعني يسبنا ويطيحنا نحن من أراد التغيير في الجزائر. حبيت يعني واحد الشهادة يعني تاع بالضبط. اعطينا سؤال لي 10 ثواني، اعطينا موقفك من النظام الارهابي المخزني، يلا اعطيني لنا موقفك انت. راح نجاوبك يا اخي، راح نعطي المداخله تاعي وراح نجاوبك يا اخي. شوف راح نبين لك يا سمير، انا ما عنديش يعني اطلاع كبير يعني بالقضيه تاع الريف، لكن راح نبين لك يعني باللي الزفزافي لم يعتقل يعني من اجل قضيه تاع انفصال الريف عن المغرب. لانه يا سمير مؤخرا كان عندي واحد الحوار، كان واحد خوتنا في الاحرار في الجزائر قالوا لي يعني كاين من المثقفين يعني تاع العصابه تاع البوليزاريو اسمه ميارا. هذا يا سمير طلع سقسيته، قلت له يا انا جزائري يا اخي، قلت له راح نسقسيك يعني سؤال مكون من كلمتين. قلت له الدعم العسكري والمالي هذا تاع المافيا العسكريه يمتد منذ سنه 1975. قلت له سؤالي مركب من كلمتين، قلت له الى متى؟ الجواب تاعو يا سمير باعتباره يعني مثقف قال لي اهبطني بلا ما نكملها. ما راحش نكملها يا سمير. نعم نعم. والشي اللي صدمني، لماذا نقول لك هذه يا سمير؟ الشي اللي صدمني هو هذا ميارا وين يعيش يا سمير؟ في ميزك وين يعيش؟ يعيش في المغرب، يعيش في المغرب في مدينة العيون. هذا يعيش في مدينة. اعطينا موقفك من النظام العسكري، اعطينا هذاك موقف. الموقف تاعي. شوف والله غير المغرب عنده دولة، هذا اللي راهو في العيون ويطالب في انفصال والله دولة. شوف يمكن أنك تنتقدها، لكن فرحات مهني اللي كان يعني طول حياته مغني ويتهم بالإرهاب، هاي سلطانة خية اللي نهبت أموال الشعب الجزائري أطرح العيون بدون أدنى مشكل. وهو ميارا يدعو للانفصال ضد الدولة المغربية ويعيش في العيون دون أن يتكلم معه أي أحد، لأن الدولة المغربية عكس الدولة الجزائرية أو المافيا الجزائرية ما عندهاش خوف من هذا الشيء، لأن الدولة نشوف فيها عندها أسس وعندها يعني هذا الشيء اللي حبيت نقول. ولكن نورث أفريكا هل المخزن يسموه المخزن، يعني النظام تاع المغرب يقول لك هل المخزن يخشى؟ أنا قراءتي أنا علاش كانت هناك يعني كيفاش يقولوا أحكام يعني كبيرة بزاف تاع 20 سنة ومنها. أنا على حسب ما فكرت لقيت باللي ما كاش حاجة أخرى. السبب هل النظام هذا تاع المخزن يخشى من الجماعات الإسلاموية ولا لا؟ وش رأيك؟ الجماعات الإسلاموية، شوف يا سمير، أنا والله لست مختص يعني في الشأن تاع المغرب،
لكن نعرف باللي يعني أن كانت واحد هناك الجماعة. وحدة شاركت في الحراك تاع الريف، لأن هناك جماعة، أكبر جماعة في المغرب، أكبر جماعة في المغرب هي العدل والإحسان التي هي دعمت الحراك الريفي، أكبر جماعة إسلاموية في المغرب. اوكي راح ناخذ يا الرئيس سمير. تاعها، المؤسس تاعها بعث رسالة للحسن الثاني في 74 جو كروا ولا 75، 74 75، بعث له رسالة للحسن الثاني. ولكن الرسالة جملة واسمها أخيرة الإسلام منك. أو الطوفان، كتب له في واسمها معليش انا السلطان هذا اللي من الصباح. معليش جملة السلطان أخيرة سمير، جملة أخيرة ولا والله دقيقة نورث افريك، دقيقة بركة. راح نقول له واحد الحاجة برك. السؤال هذا قاعد تمد فيه للنورث افريكا هذا من قبيله تمد فيه يا احمد سلطان. ما رأيك في النظام المغربي؟ يعني السؤال هذا تطرحه على من؟ تطرحه على جزائري، انا كجزائري تطرحه علي انا. عاود نفس السؤال يا كوكو، ما رأيك في النظام المغربي او نظام النظام تاع المغرب؟ اوكي انا نجاوبك نقول لك واش هو. اولا الملك ماهوش نتاعي وما يحكمش فيا وما عنديش حق اني ننتقده. الدوزيام، الملك او النظام المغربي لو رأيته كوني كجزائري تعدى على جغرافية الجزائر او تعدى على قتل الجزائريين، انا نتكلم مع محمد السادس، الملك محمد السادس، فهمتني؟ قتل الجزائريين، صدقني انا راح نقول لك رايي فيه كعلاقه. انا المشكل مع الملك كي يكون حاجه خارجيه، داخليه لا اتدخل فيها، خارجيه اتدخل فيها. وانا انت كونك كاريفي اذا عندك مطالب اجتماعيه ولا مطالب على امورك فك روحك. انا نهار نفك روحي انا خويا في الجزائر، دوك نجي نروح نفك روحك نفك انت. اوكي خويا، انا كي نفك روحي انا في الجزائر اللي اقل، انا اكثر قمع. انا لا اطبل الله الملك ولا المغاربه. اسمع الملك، اسمع الملك، انا عملي لانه ليس لدي مشكل. انا نقول لك الملك لا ينتظر في الشيخ كوكو ولا ينتظر في سمير ولا ينتظر في فرحة مني يدافع عن الملك. الملك او الملكيه في المغرب لديها رجال والمغاربه من يدافعون عنها، وليس الشيخ كوكو او سمير من يدافع، انما لمصالح سياسيه للماك انه يتعامل مع ملك المغرب لانه يرى بانه نفس الدوله مستعمره من طرف النظام الجزائري لمصالحه السياسيه، ما يبقاش الماك يتبع في اليتامى. فهمتني؟ كوكو اسمع خبر جديد جاني دركا من صديقي تاع الرابطه تاع حقوق الانسان المواطنه هذيك تاع المغرب. جاني درك قال لك الملك محمد السادس يعلن إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية. شوف الملك تاع المغرب واش يدير، يعني مع الأمازيغية وانتم تروحوا لي عند فلسطين. هاوليك الخبر، ها شوف اسكو تقدروا تقراوها. جاني درك الخبر هذا درك زوج ثواني. هاي ليك سبقت الجزائر، سبقت في هذا المغرب لسنوات ولا نعم، ولكنه فعلها. لكن الجزائر سباقة في هذا. يا أخي أحمد، أنت راك أخي في الدم، أنت أخي في الدم، وتجيب لي يعني الهوية. ولكن علاش أنا السؤال لسمير الكوكو عباد الله والمتابعين يفهمونا واش هادو كيقول لك حنا مع الحرية وكيساندوا في نظام كيقتل وكيقول لك نمارس السياسة. هو يساندنا، النظام هو من يساندنا، احنا نستناو في النظام يساندنا، احنا كي نساندو نظام. اسمع احنا نساندو. انا كي تكون عندي قوه باش نساند واحد ضعيف، هل النظام المغربي هل هو ضعيف يستنى في الماك باش يساندو ولا يستنى في القبال باش يساندوه؟ لا النظام المغربي قائم، اما انا هو من يساندني ولست انا. اسمع السؤال وجاوب. اسمعوا السؤال، لماذا إلى الإخوة الريفيين ذهبوا إلى النظام الجزائري من أجل المساعدة والاعتراف بهم كتشيطنوهم؟ لماذا تحللون لأنفسكم الذهاب لنظام قمعي إرهابي مجرم كيقتل الشعب الريفي وتحرمون على الريافي يمشيو كدخل عندهم ديماري روح واحد ما يحكم كان خويا يدخل يعيش في الجزائر. كيقول لك علاش. دقيقة أحمد، دقيقة نعطوا أحمد، نعطوا نورث أفريكا الكلمة الأخيرة باش نطلع واحد. قولها.
حبيت روح. نعطيك نصيحة يا سمير، والله هذا النقاش هذا لست مجبرا، يعني بما أنك يعني مناضل من أجل قضية تاع لا، خوض مليح للتوعية، الركبين. مليح للتوعية، أنا لا على بالي قلت لك. لست. لا يا سمير، لكن اوكي يا سمير، راح نهبط، لكن ما لازمش يكون يعني مع اشخاص يعني يمارسون نوع من انواع تاع لا لا الشذوذ معليش، السياسي. لا 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 هذا لا مش لا حابين نقول. لا لا تهلاو في معليش، رواحكم. معليش ميرسي معليش. سمير بور تهلاو في روحك. سمير خويا نعطيك واحد الحاجه. سمير شوف باش نعطيك الفرق ما بين القبائل، مبداهم امازيغي علماني. اما انت خويا الريفي، انت مبداك هو ديني، ديني عروبي. انت اليوم لو كنقول لك الامازيغيه احسن من العربيه راح تقول لي العربيه. لماذا؟ لان لغه القران. اما انا كوني كامازيغي لدي الامازيغيه احسن من كل شيء. شفت الفرق بينه وبينك؟ شفت الفرق بينه وبينك؟ انتم عمركم لا ناضلتوا على دوله امازيغيه، هذا عمركم لا هو الفرق، تكلمتوا انكم تريد دوله امازيغيه. هذا فرق، نحن فهمت. نريد كابناء الارض، انتم تريدون كابناء المشرق. واليوم حاب تنحي ملك علوي باش تجيب اللي نصار في وسط الامازيغ، اللي اللبسه نتاعو خير منك انت اليوم. انت احمد سلطان اللبسه نتاعو امازيغي عليك، الملك يلبس اللبسه نتاعو امازيغيه عليك. انت لو كان حطك قدام الملك امازيغي عليك. والعش امازيغ. عاش الملك، اوكي، عاش المغاربه، عاش المراه نتاعي، عاش الملك المراه نتاعي غوتشي، عاش عندي الورث اللي في مديه، عاش الملك المراه نتاعي. تندي الورث، انا ندي الورث، نحب ندي الورث. زيد. اخويا قول الله ينصر سيدنا ويطول في عمره، يقلع من عمري ويزيد في عمر سيدنا، الله ينصره، ربي يطولنا في عمره. تفضل القرش يا اخويا، تفضل الكلمه لك، ربي ينصر سيدنا، الله ينصره. اللهم امين، بارك الله فيكم. اولا اخويا سمير، بغيت نبدا بواحد المغالطه دائما كتذكر، هي مشاركه العلويين في الحرب ضد، في العدوان الثنائي، او لا خلينا نقولوا الثلاثي، الاسباني لان الفرنسي. المانيا كانت مشاركه، الاسباني الفرنسي والمانيا كانت مشاركه بطريقه غير مباشره. ولكن عزيزي القرش، سنة عزيزي القرش، نعم. يقول لك عبد الكريم الخطابي كان عنده صاحبه الماني جاسوس، يعني كان يساعد به، كان يساعد. هذيك سنه 1918، واللي على جالو دخل للحبس محمد بن عبد الكريم الخطابي، لان هو كان اصلا عنده مهنه تاع مترجم للاستخبارات العسكريه الاسبانيه، وكانت نعم. عنده واحد النظره. المهم الحديث يطول. والحاجه اللي انا الحاجه اللي يعني مستني بزاف هي قريت عليه باللي السي عبد الكريم الخطابي كان يساند الالمان يعني في حرق اليهود وقتل اليهود. انا الشيء هذا يعني لا ابدا اخويا سمير، انا قريت في المداخلات، انا قريتها باللي كان عبد الكريم الخطابي متضامن مع الالمان. شوف سمير، عبد الكريم الخطابي كتبوا عليه مغاربه، وكتبوا عليه قوميين عربيين، وكتبوا عليه شيوعيين، وكتبوا عليه يعني اوروبيين اسبانيين، وكل واحد كيشوفوا من المنظور ديالو. يعني كما تاريخ الجزائر يعني.
لا هذيك بيرة سمير، هذه جايك سمير. خلينا شوف سمير، ايوه 1926 السلطان في المغرب في تحت الحماية لم يكن بيده إلا السلطة العدلية أو السلطة القضائية والسلطة الدينية، والمخزن كان بيد الاستعمار الفرنسي. احنا نقولوا فيها تاريخ هذا ما نحشموش منه، المخزن كان في يد الاستعمار الفرنسي. حتى نعم. الكلام اللي كيقولوه بعض الظواهر الصوتيه على ان العالم كان عالم ليوطي، لا. 1915 مولاي يوسف يصدر مرسوم ملكي، ظهير ملكي يقضي بتغيير العالم المغربي الذي كان يعني فقط رايه حمراء وإضافة النجمة الخماسية، وأمضى عليه، ولكنه ليس علم ليوطي بل علم مغربي، ولكن الإدارة العسكرية الفرنسية كانت هي من تسير وزارة الخارجية، وزارة الداخلية وكذا، والقياد والبشوات وكذا. وهنا الحديث يطول. أنا بغيت نقول لك واحد في المقارنة ما بين القائل وما بين الريف، لأنه في الآونة الأخيرة نستمع إلى أن هناك وقفة تاع 7 ماي سوف يكون الدكتور أحمد سلطان والدكتور أحمد طيارة، هشام طيارة، الدكتور الجليل، وعلى الله يمكن سوف يكون حاضرا أيضا. احنا بغينا نقول واحد الكلمة أنا أراها من الناحية السياسية مفيدة للمغرب، ونتكلموا على بومدين الذي مول حركة الرجال الزرق 1969 إدوارد موحى، ونتكلموا على مصطفى الوالي السيد الذي أزيح من اللجنة العسكرية وتم استبدال اللجنة التنفيذية التي قبلت بالمساومة. والجزائر اليوم أتكلم عن النظام هي وفية لعهدها وتريد أن تتكلم عن الريف، ولكنها ستصطدم بواقع لا تعلم عنه شيئا. وأنا سأعطي عنه نبذة قصيرة في 2 أو 3 دقائق. أنا أحيي أحمد سلطان لأنه استطاع أن يخترق المنظومة الإلكترونية الجزائرية، جماعة بيستاش وجماعة لي بونتير نوار وكذا، توريفل وجعل نعم وجعل الجزائريين التيكتوكيين يضرب بعضهم بعضا بالثقيل. وما عليكم القرش عندك 2 دقائق، زوج دقائق. واخا انا نكمل واخا. شوف خويا سمير، شفت هذه المساله تاع الجمهوريه وتمنيت لو كان عندي الوقت باش نفصلوا فيها. القبائل ستون اسمع مازال. شوف عزيزي، نعم. شوف عزيزي، نعم. رايحين نديروا لايفات عديده على هذا الامر، لانه انا على بالك انا وشنو يقلقني، انا يقلقوني الجزائريين كي نكون داير لايف ويجي ويطلع ويقول للمغاربه واش رايك في الريف، واستقلال الريف، ومن بعد انا دائما نفكر ونقول هاو راه اختلاف كبير صاحبي بين القبائل والريف، راه اختلاف كبير. تعرف وين راه الاختلاف يا سمير؟ القبائل عندها امتداد شعبي داخل الجزائر، تنظيم محكم افقي، عندها سيستم تاع العروش اللي متفقين، عندها امتداد شعبي كاين بزاف نعم. اختلافات رايحين نناقشوها في لايفات قادمه. انا جايك اخويا سمير. الريف فيه 87 قبيله، 87 قبيله. عبد الكريم الخطابي الاب نتاع محمد بن عبد الكريم الخطابي دار اون اسومبلي كونستيتيونت اللي جمع فيها 87 شيخ قبيله باش يلم الكلمه ديالهم. تحفه هضر على قلاعه الذين لا يعتبرون من الريافه والخصومه ديالهم مع بني ورياغل. كان هناك خصومه ما بين بقيوه التي بدات المقاومه في الريف مع بني ورياغل. احمد سلطان اللي من كبدانه في الحدود ديالو كاين قبيله ولاد ستوت. تاريخ دامي، دم وثأر وخصام وحروب. 87 قبيله، واحد ما يشبه الواحد. يجي اليوم دركي احمد سلطان يتكلم باسم من؟ هل يتكلم باسم منطقه اللوكوس اللي هي قبائل عربيه؟ هل يتكلم باسم قبيله بوفراح وبني وكيل اللي هما قبائل عربيه في وسط الريف؟ هل يتكلم باسم قلاعه اقلعي الذين لا يعتبرون نفسهم ريفيون؟ يتكلم باسم من؟ اذا المنطقه نتاع الجمهوريه التي يتكلم عنها
تقتضي أن تكون 87 جمهورية في شمال المغرب. 87 جمهورية في شمال المغرب. والذي يقول به أحمد سلطان هو في الحقيقة ما يقول عنه أنه رفع سقف المطالب، كما دار مع الزفزافي الله يطلق سراحه، الذي أراد أن يورطه ويحاول أن يورطه. لماذا؟ لا نعلم، ولكن لنا قراءات في هذا الباب التي يمكن أن نناقشها سياسيا. اوكي نولي لك، نتكلم عن 18 سبتمبر، نولي لك القرش نولي لك القرش. نرجع لك خويا. شكرا سبيدي. طيب عزيزي سبيدي. لا اخ سمير، ممكن انا نجيب كل سبيدي. انا راه مشى تحفه. صبر راه بالتحفه. هضر الاخ راه هذاك افريكا. عندك الحق، ما يمكنش. عندك الحق لانك انت وكون منصف. لا انا ما يمكنش نسجل خلعت سمير اخويا، انا خلعت شويه على بالك المراه نتاعي قرايه كيما لقيتها شريفيه داري نطلق ما يشريفيه نطلق. هذا هو مربط الفرس اللي بغيت نتحدث. انا المراه نتاعي قلعيه خويا، انا قرايه. يا القرش خويا راح تطلق لي المراه. لا عندك بارك الله فيك. لان حنا عندنا الخطير في هذه المناظره كله وليس خطير في حد ذاته، لان لسنوات او ما يسمى منذ الاستقلال الشكلي عند خوتنا المغاربه، وكنسطر عند خوتنا، والواحد الخبث خطير كيمارسوا المخزن، كيحاول يسوق ليه عبر الجوقه ديالو ديال المطبلين والاله المخزنيه ديالو، حيث يقول بالحرف ان القلاعه ماشي ريافه، وان القلاعه مع الناس ديال الحسيمه ما كيتفاهموش. وكل هذا من اجل طبيعه الحال تفريق بين ابناء الجلده الواحده، بين ابناء الريف الاحرار الابرار. نقول هذا المخطط ديالكم لسنوات وكتخدموا عليه، فجاء حراك الريف المبارك المقدس وكان اكثر شعار اللي ما كيحس اي ريفي في التفاعل مع جميع الشعارات الا هذا الشعار: الحسيمه الناظور ذو مثل سير بدا. الحسيمه والناظور دائما اخوه وسيبقون اخوه، واخا غتصرخ ودي عبد الله، واخا غيكتب المخزن، واخا غتحاولوا تغيروا التاريخ، بان في الوقت، واسمعوا هذه مزيان يا خوتي المغاربه، انا اتكلم مع الضمائر الاحيه من المغاربه ومع كل انسان شريف، ان في زلزال الحسيمه 2004 فبينما ان اخواتنا في الريف تحت الانقاض، عائلات مشات كلها، العائلات تحت الاسمنت والحجر، كنلقاو بالذات في هذا الوقت ان من الناظور للمدينه ديال التي اعتز بها. وارجعوا لجوجل، ارجعوا للتاريخ. الحمد لله لان اشار سمير الى نقطه مهمه. احنا في عصر العولمه والتكنولوجيا والمعلومه السريعه، ان من اكثر المدن اللي سبقت من الفرانات، والله العظيم الا كنت ابكي ومازال لي عندما استرجع هذا الامر كنبكي. لماذا؟ لانني فهمت مزيان المخطط ديال المخزن اللي كيلعب على هاد النعارات وعلى هاد القبليه. الفرانات ديال الناظور كلهم كيخبزوا من الريفيات منبعة الذهب ديالها. كايناش مع لا ما تخافش عليش، خلينا من هاد سكت علينا هاد المخازن، الله يرحم لك الوالدين. لا ما الحقيقه توجعكم، الحقيقه كتوجعكم، لانني كيتحدث مع ولد الريف الحقيقي، ماشي ولد الريف البيولوجي. يتردد واش هذا الزلزال بغيت تقول انه السبب ديالو المخزن؟ هذا راه زلزال كارثه طبيعيه. سبيدي دوك تجيك الكلمه. سبيدي من فضلك مصيبه مع هذه المخازنيه، مصيبه مع هذا المقدم، مصيبه. لا خليكم من شخصنا عزيز. سبيدي دوك تجيك الكلمه من فضلك، ما تقاطعوش. هكا الدور ديالي سمحت لي. كمل عبد خويا سمير. نقول لك انا خويا نخليكم خاوتي، لانه على جال واش خاوتي انا طلعت معايا ريفي، لكن طلعت مع مصري انا ماهوش ريفي. اسمح لي خويا المصري. صبر نجاوبك. لا المصري هذا الفوقاني. لا ما نهضرش على خويا القرشه،
انا احمد سلطان والله نشوف فيك مصري، على بالك الخطاب تاعك كيما تاع جمال عبد الناصر، والله غير مصري والله. انا نشوف فيك مصري يا خويا والله. انا لا غالب خويا، انا ما نقدرش، انا ناس فروعي خويا، انا نناقش. انا عندي مشكل مع المساروه، انا عندي مشكل مع المساروه، انا ما عندي مشكل مع المساروه غير ذوك الخطاب تاعك. ونحن ودكت ابيك تعرفوا شو انا نشوف فيك مصري والله. الله انا نروح. باي 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 باي. السلام عليكم. الله يعاونك. كوكو اصبر. طلع عبد الخالق سمير الا ممكن تطلع عبد الخالق. انت عاد خاصني عاد الحس الكابا طلع عليه. شوف. نعم ولكن سبيدي اغلق سبيدي اغلق المايك دوك تجيك الكلمه. احمد خلونا من هذه انت. ايوا خلوني نتكلم انا والله ما شفتهم كيقاطعوني. نعم صح من فضلكم خلوه يتكلم ومن بعد انتم تاني ما كاينش نقاط. عزيزي احمد علاش كتقصف القوات المساعده مساكين؟ ما داروا لك والو، هما غير قوات مساعده، علاش راك تجبدهم هنا اخويا احمد؟ والله انت عزيز والله ما نرد عليك، انت انسان عزيز وغالي. خليني نكمل. سلام عليكم. ولكن ايوا ما تشوفوش علينا، ايوا شويه دير شي واحد الحد الادنى ديال الديمقراطيه. غنسلم وغنهبط. طيب بلاتي عليك بشويه، ما تقلقش. هذيك المداخله ديالي اختي، المداخله ديالي 24 راه نص ساعه انا كان سايل. دقيقه نزيد لك دقيقه عليها هذه احمد، نزيد لك عليها دقيقه. 24 ساعه على 24 ساعه في اللايفات بداك التيشيرت. ايوا جيت تحدث عليا وكتقول لي نزيد لها دقيقه. واش هذه هي المداخله؟ لا كرمان لا لشخص انا كرمان من والله الا فضلك. طلعت غنسلم وحق الله. شوف خويا سمير الله يرحم لكم الوالدين، شكرا لكم بزاف، ربيتوا لينا هاد السلطانه اللي النهار كامل هو المراه المغربيه فاعله تاركه. دابا ولا كيقول لنا خواتاتي المغربيات، خوتي المغاربه، الله يرحم لكم الوالدين. هذه هي الكلمه اللي طلعت نقولها، ربيتوه تربيه اللي ما عرفوش يربوه والديه. الله يعاونكم نهاركم. بزاف عليك والديا الخنزه، بزاف عليك الوالدين ديالي. خلونا لا ايوا خويا سمير كتسمح لي وكتقول لي خلينا نوقفها. لا ما نسمحلهاش. وقف الكلبه قول لها ما تهضرش على والديه. يا اخي احمد لا انا معاك خلونا من الوالدين. وحشوم اخويا، انت تقول لي اخويا وهي تضرب تقول لك والديا اشرف منك واشرف من سيدك محمد السادس. خلونا سبيدي من فضلك كنقول والو كنقول كمل المداخله ديالو. خلونا باقي ما بديتش. خلونا متهجمات يرحم. شوف من فضلكم كل انسان، انا نشوف تحايد، انا مانيش نخدم بالعاطفه، انا نخدم بالموضوعيه. خلونا من الاولياء والتهجم والشخصنه، خلونا نجيبوا الدلائل وكيفاش الكلام، يعني باش نشوفوا شكون هذا احمد سلطان، وشنو هي الريف، وشنو هو المغرب، وشنو هي القبائل، وشنو هي الجزائر. ما نجيبوهاش بالتهجمات من فضلكم. كمل يا احمد، عندك دوكا 5 دقائق. بارك الله فيك. ورغم ان ماشي كافيه خداو بزاف، المهم على احترم سلطان، ولكن ما كاش اللي عطيتو 5 دقائق دوك. ما كاش اللي دا 5 دوك، نعطيك 5. تحيه مجددا الى كل انسان شريف. قلت ان في الوقت اللي حنا الاهل ديالنا تحت الانقاض، وليدات الناظور ابناء الناظور، خوت ديال ابناء الحسيمه، حنا خوت توأم. في الوقت اللي كنا كنساعدوا الاخوان ديالنا، وكان من النساء اللي باعت الذهب ومن الناس اللي كدير الماكله طايبه للحسيمه، شفنا المخزن، النظام المخزني الارهابي المجرم جاب لنا الكلاب والبورصه الكحله، ولم يتوقف عن هذا الحد الدنيء الخسيس، بل انه في هذا الوقت اللي احنا كنا تحت الانقاض والاخوان ديالنا في هولندا كيصيفطوا لنا الدعم والمساعدات، كان يسرق المساعدات. وحصل متلبس وزير كيسرق المالطات للريافه، صيفطوا لنا الماء الكلاب والبورصه الكحله. ما يمكنش شي واحد غيفرق بين ابناء الناظور وابناء الحسيمه مهما كان، حنا خوت وما عمرو كانت عندنا العداوه بيننا، بل كنا صدا مانعا. اللي بداه محمد الشريف امزيان كملوا مولاي محمد. وبالدليل سأمر اللي هضر على الحسن الثاني اللي كان كيقتل الشعب الريفي وقتل خوتي المغاربه في دكازا وفاس وما بين الخطابي، وهذه ربما فاش مشى كوكوما غير سأتحفظ.
واحد الناس هنا طاح في الخطا، ولكن كنت اتمنى غير ينتبه الاخ سمير، ما انتبهش. قال العروش مشات للنظام العسكري وجلست مع الطاوله، وكانت هي الممثل الوحيد ديال القبائل، وبايعت العسكر. وهذه مهمه جدا اللي كيتحدثوا لنا على الريف. احنا على اسس تاريخيه وعلى شرعيه تاريخيه كنتحدثوا كنبنيو، وباقي غنستقلوا. غير هاد القبائل متى كانت دوله؟ فوقاش كانت هاد القبائل كتقلب؟ فوقاش كانت هاد القبائل؟ وريو لي فوقاش درتوا العلم ديالكم ونقولوا لكم فوقاش درنا العلم ديالنا. وريو لينا فوقاش كانت عندكم شي عمله نقولوا لكم العمله ديالنا. قولوا لنا الرموز ديالكم اللي كيقول منهم معتوب ناس انه جزائري. انا اعطيو لي ما يوثق ان محمد بن عبد الكريم الخطابي يوثق انه مغربي، بل قال امراكش، يقول بلاد الجزائر وتونس وامراكش، ويتحدث عن بلاده هي بلاد الريف. في النشيد الوطني احمد، في النشيد الوطني يتكلم عن المغرب. ابدا، النشيد الوطني هذاك مزور ديال. شوف اليوم كل ما يروج له الخريج المدرسه المخزنيه كله باش يصوروا التاريخ، ولكن لم يستطيعوا. حتى الصور التي سربت وعبد الكريم الخطابي، محمد بن عبد الكريم الخطابي، بالله عليكم لماذا اخي سمير رفض العوده؟ لماذا رفض العوده؟ وجوج مرات كيرفض الاستقبال ديال محمد الخامس. لماذا؟ السؤال لماذا؟ لانه وجه لهم كلمه، قال لهم هل انتم عصابه حكومه ام عصابه؟ بالنسبه هذه لسمير مهمه جدا في القضيه الامازيغيه. قلت احنا عندنا فعلا فيما يتعلق احنا في الريف نحن امازيغ. انا ماشي عربي ولا ادافع عن العروبه، لا ادافع يا اخي عن العروبه. من قال لك انني سادافع عن العروبه؟ بل امازيغيا مسلما، ولست امازيغيا عربيا، امازيغيا مسلما. ونحن لماذا ولكن احمد، لماذا مثلا عندكم الناس لا علاقه لك بالمسلمين ولا بالمغاربه؟ انت ما كتمثل حتى واحد، كاع المغاربه ولاد الريف الملقط كيقولوا لك انت لا تمثلنا، انت ما كتمثل، وانت لا تمثل اي الا نفسك. انا مغربي، انا ريفي جيب التاريخ ديالك وجيب التاريخ ديالي. ريافا كيتبراو منك كاملين، لا تمثل الريف انت. سمير انا نضرب هذا السب هذا عندك راه طالع علينا عبس وتيامات. هذا بعدا سمير هذا اللي انت دابا ديروا موضوع. اسمح لي يا ولدي ياسر، شوف الاخلاق اخويا سمير، شوف اسمع، شوف التربيه. انا غلقت لكم الميكروات، من فضلكم دوك تجي الكلمات، دوك يجي سبيدي لانه هو طلع الاول، ومن بعد سمير، ومن بعد ياسر. ولكن من فضلكم بقاو له شحال، بقاو له 2 دقائق الاحمد، خلوه يكملها، ومن بعد عندكم حق الرد بكل هدوء، يعني بكل هدوء. خلونا من فضلكم، خلوا 2 دقائق، كمل 2 دقائق ديالك. ونزيدكم واحد. سمير راه خويا ذوما لان قيساوات مازيغ بحال شتو. واخا تبغيتوا توقعوا بين الاخوه كما حاولتم ان توقعوا بين الناظور والحسيمه، حتى هذا قبايلي خويا، غير باش تعرفوها، وهذاك مواطن خويا. هذه رساله للمعربين. انا ريفي امازيغ. خوتك الا قالوا خوتك دابا نزل انا في حالي، الا قالوا هما انت خوهم نزل انا دابا. اخي سمير خويا سامي ما كيقولوا لهم انزل انت طلعتي عطيوني الهدايا العيال. اختار من نفسك ياسر. سيدك سمعتي؟ راه سيدك هذا على الاقل ما طالعش بالصوتيامات. ستر يا الشيخ، ستر. من فضلكم يا سميره، يا ياسر، من فضلك، راك ياسر انت راك عندك حرفيه في اللايفات. من فضلك خلي كما 2 دقائق ديالو، من بعد رجع له كيما تحب يا اخي. راك على بالك، هذه هو يقول رايه، هو يقول سمير اخي مواطن اخي، خليها ورايه هو. من بعد حنا نرجعوا له ونناقشوه في كل شيء. انا راني حاب نفهم، راني حاب نحي هذه قضيه الريف هذه والجزائريين، استعمال قضيه الريف في اللايفات، راني حاب نمحيها. لأنه كل يوم نعمل لايف يطلع لك جزائري يقول لك وماذا الريف، وماذا عن الريف، ولكن الاختلاف بين قضية القبائل وقضية الريف كبير جدا، وأنا هذا راني حاب نناقشه.
كمل زوج دقائق ديالك. بارك الله فيك. قضيه الريف لن تمحيها يا سمير في لايفك، وقضيه الريف اكبر. لا 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 أكبر لا 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 من اسمح لي احمد، لا اسمح لي يا احمد، انت فهمتني غلط. مش قضيه الريف، نمحيت فكر الجزائريين عن قضيه الريف. وماذا فكر عن المغاربه الذين يدعمون هذيك انا اتقبل. انا لا انا مع التحالف، انا متحالف. انتم تحالفوا، احنا لا. اسمع، لا انا ولكن انا نعمل ضد. انا والله راك عزيز اخي سمير، عجبتني هذيك. انا شوف انت تستفزني وانا راني معك بكل لا، ولكن شوف، تقول الجزائريين كيوقفوا قضيه الريف، والمغاربه يوقفوا قضيه القبائل. خليني نفهمك يا احمد، خليني نفهمك. انا مانيش نتهجم عليك ولا القضيه ديالك. انا راني نتهجم على الجزائريين. انت راك تستفزني. انا ما نستفزكش، وعمري استفزيتك وعمري نستفزك، عمري نستفز واحد، عمري. ولكن نحيها للجزائريين. هذه يستعمل قضية الريف. ما قلت لكش نحي قضية الريف، نحيها للجزائريين الخونة الذين يتعاملون مع القنصليات. نحي لهم هذه فكرة قضية الريف وقضية القبائل. ولكن مانيش ضد القضية ديالك ومانيش ضدك وعمري نستفزك. بارك الله فيك وبارك فيك. وللصدفة ان الناس اللي كيستعملوهم المخزن، الوداديات، 2 دقائق 3 سمير والقنصل دير باقي. ماشي ياسر، رانا بدينا مجمعين بجوجكم تمايا، حنا جالسين هنا وبقاو بجوجكم ونزلوا ديننا حنايا. عطيوني 2 دقائق ما تقاطعنيش وغنغلق الميكرو ديالي. دقيقة. علاش كنت راه مولاي مشيتي تمارس عليه قبيلي هو حر. احمد دقيقة. ياسر هذه كاع تدخلات اللي درتوها، شوف درتها انت، انا يا سميرة. انا ملي دخلت سميتك كنتصنت هنا تقريبا دابا شي 14 دقيقة وانا جالس. ولكن تدخلات هي اللي دات الوقت تاع احمد. يعني انا دوك راني حاب نكون منصف باش نفهموا القضية. حنا ندخلوا من راحت 2 دقائق. تفهم القضية راه مفهومة صافي. اش غنفهموا حنا في القضية؟ نعم انا ماذا بيا نسمع حتى باش ما يقولكش يا صاحبي دوك تا حبيت دير. خرجوا القبائل داروا مظاهرة، جات الجزائر كتقلب على العملاء والخونة باش يديروا بهم مظاهرة. نعم لا اقل ولا اكثر صافي. وهذا اللي قدامك عميل ديال محمد هاني. ما كاينش شي عبيد قدك، ما كاينش شي عبيد قدك. ورقتي يا العطار، والله ما كاينش شي عبيد قدك. كتخدم النظام وكتخدم اسيادك. قلتيها بفمك، هناك عبيد اكثر من شنو العلاقة ديالك بمحمد هاني؟ نجاوبك حدا الناس. هذا البياج اللي بغيتيه انت ما يكون لكش. لا والو. شنو اسمع عندي. انا راه رضعت من البزوله ديال الام ديالي الحريه. ما رضعتش الدل. انا ما مشيتش ما هربتش من الظلم ومن الامريكان وبقيت عبيد. اسمع نعطيك الدرس. باقي شاد البزول وباقي كترضع في البزوله لدروك. اسمع نعطيك الحريه. اسمع غتشمها غير من ابناء الريف. قول بزاف عليك الريف، ما تذكرش. اسمع مزيان، ما تذكرش الريف. وتصنت باش نخليك تهضر. شوف الاخلاق ديالي، شوف اخلاقك. انا حقيقه ماشي هذا هو الحوار اللي كنت حابه. يعني حقيقه انت ما كتحترمش المسير، كيقول لك خلي ليه 2 دقائق. يلاه هضر. انا كنتصنت. اسمع يا احمد، شوف انا في الحقيقه ماشي هذا هو الحوار اللي كنت حابه. علاش؟ انا باش من بعد حنا دوكا رانا كلنا عندنا راي مخالف لاحمد. من بعد ماشي باش يهبط يقول لك هم حقرونا الوجاده ولا حقرونا المراركه. مانيش حاب انا هذا. راني حاب يقول لك راه تعاملوني باحترام ولكن الافكار يعني هي اللي الافكار واللي زارغيمون كيفاش يقولوا لها، معليش، الحجج هي اللي تاتي بالنتيجه في الاخر، ماشي العياط وماشي التدخلات وماشي المقاطعات. انا راني حاب يعني نبقى في المستوى تاعي، ماشي دوك انا يقول لك حقرونا في الاخر. انا ما نحقر حتى واحد، ما نحقروش حتى هو راي صافي. خليها سمير، خليه يجاوبنا على العلاقه ديالو بمحمد هاني شناهي. اوكي روح احمد ولا حاب تكمل؟ الله يرحم الوالدين سمير. ثاني ميرث ثومتينو. نكمل على المداخله ديالي. قلت ان الخويا سمير التنوير ديالك شنو هي علاقتك بمحمد هاني؟ ودي شوف، نهضر معاك
وقلتي لي اغلق نكمل 2 دقائق ديالي. محمد هاني اسمع نقول لك، اسمع نكمل 2 دقائق ديالي. انا كنسمع. اسمع ناخذ 2 دقائق ديالي. منين غنغلق الميكرو غتاخذ مداخله من داخل المداخله ديالك. افتح لي استاذن